الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية العليا ومجلس النواب شغال في القانون واجتماعات على أعلى المستويات من الوزراء ودكاترة الجامعات والمختصين بهذا الموضوع ومن يمثل الملاك والمستأجرين لأخذ آرائهم حول هذا القانون. وقلنا إن مجلس النواب صرح وقال أكثر من مرة إن هو يعني من حقه يرد على حكم المحكمة الدستورية العليا بس وما يصاغش قانون. قال لك لا، إحنا مش هنستنى لما قضايا أو حاجات تجي لنا تاني بعدم الدستورية أو أحكام تاني وهنصيغ قانون، ودي فرصة لحل هذا القانون. وقلنا المحكمة الدستورية العليا قالت عدم ثبات القيمة الإيجارية، وده مش قانوني. الناس تسابقت وأدت اقتراحات، وأعضاء مجلس الشعب قال لك الإيجار هيزيد إزاي بنسبة نسبية، يعني مثلا 5 أضعاف و15%، أو بنسبة سوقية أو بنسبة قطعية، وهيبقى فوري ولا تدريجي، وكله بيقول رأيه، مفيش أي مشكلة. إنما المشكلة مش مشكلة بالنسبة لنا كملاك، هو من حقه. أحد المستشارين في أحد القنوات التلفزيونية قلتها اتكلم وقال القانون عايز سنين طويلة عشان في معوقات وهترفع قضايا والكلام ده كله، وكل الكلام هو بيتكلم من وجهة نظره. أنا من وجهة نظري لأ. وقال إن الإيجار الشقق السكنية هيزيد، ما يقدرش يزيد عن المحلات، عشان المحلات دي تجارية وبتكسب، فالقانون عمل لها 5 أضعاف. يبقى الشقق السكنية هتيجي أقل، مفيش حاجة بقى اسمها في المكان أو لا، هي بيقول لك 5 أضعاف من القيمة الإيجارية الحالية. طب لو هي 5 أضعاف القيمة الحالية ومجلس والمحكمة أحالت الموضوع، ما كانتش حالته بقى، كانت قالت الأشخاص الاعتبارية اللي هي مثلا الأماكن اللي بتحقق ربح والأماكن التجارية اتطبق عليها قانون سنة 96 اللي هو أو 97، 3 أمثال و5 أمثال، مش هيزيد عن كده. كانت المحكمة ما حلتش المجلس النواب، ولو هو الرأي قانوني أو الرأي كده كانت قالت زيادة الشقق السكنية 3 أمثال أو 4 أمثال، مش هتيجي عن ال5 أمثال عشان دي محلات تجارية وبتكسب. وكانت قالت 15% زيادة لكل الشقق السكنية على مستوى الجمهورية، وما كانش فيه مشكلة. لو هم شايفين كده، هم ما شافوش كده، هم حلوا الموضوع لمجلس النواب وقال لك الأجرة دي زهيدة جدا، ده أجرة تافهة وما تنفعش. طلع سيادة المستشار في أحد القنوات التلفزيونية بيقول القانون فيه معوقات كثيرة جدا وفيه إشكاليات، عشان حل هذه المعوقات وصياغته عايزين سنين طويلة. الناس قلقت، الملاك قلقوا، تلفزيون بيعرض والناس بتتفرج مفتوح، بيفتح بيسمع غصب عنه. فبرضه الناس كملاك قالوا احنا ما صدقنا حكم المحكمة الدستورية العليا بينصرنا بالكلام دوت، يبقى حكم الدستورية العليا ملوش لازمة لما يكون شقة ب3 جنيه وهتديني 5 أضعاف أو 4 جنيه أو 5 جنيه أو 10 جنيه، وتديني أقل من النسبة اللي كانت محددة للمحلات قبل كده في القانون سنة 96 4 أمثال. يبقى أنا هاخد إيه مثلا أجرة 5 جنيه، هاخد 20 جنيه وكل شهر 15 قرش، وكل سنة 15 قرش أو 15 جنيه مثلا، مش هيجوا 15 جنيه. يبقى ما كانش فيه لازمة يعني يبقى خلاص كنت خليت القانون زي ما هو. كانت المحكمة الدستورية العليا كانت حكمت بكده. بقول ده من كلامه. لما انت تشوفني القانون ده بيتكلم عن الملاك، هو بيتكلم عن المستأجرين، وكل واحد يقول رأيه. فالملاك ناس كتير جدا قلقت وقالت احنا حزننا واحنا كذا، ما الحكم الدستورية العليا ليه لازمة او ملوش؟ لا، ليه لازمة. ولو هو بالطريقه اللي هو بيحلها ديت ويقول لك لازم وملتزمين وقانونا وكده هوت، كان ما كان المحكمه الدستوريه العليا ما كانتش ايه حالت، ده فيها ناس كبار، مستشارين كبار، وحكمها ملزم. كانت هي اللي قالت لا خلاص المحلات خدنا 5 أمثال، هنطبق 3 أمثال على الشقق او 4 أمثال،
وزياده 15% زياده، مش هيدوا 15، هيدوا اقل 10% او 13 او 14%، وكان الموضوع خلص، وكان الدوله هتلتزم بكده، ان حكم المحكمه الدستوريه زي الدستور ملزم. الحكم ده ملزم للحكومه والسلطه التشريعيه وللدوله كلها، زي ما تمسكوا هم بحكم المحكمه الدستوريه العليا بامتداد عقد الايجار اللي هم بيقولوا عليه التوريث للابن، وبعد كده للحفيد، وبعد كده للابن، ولغوا الابن، لغوا الحفيد. اتكلمنا في الموضوع دوت. فعايز اقول ده بيقول رايه هو، وبيدافع عن قضيه من وجهه نظره مش القانون. ان انا بقول له لو المحكمه الدستوريه شايفه الكلام اللي انت بتقوله شافته، مش هتحيل لمجلس النواب وتديهم 7 اشهر ولا كده وتلزمهم بالرد عليهم في مده معينه، ويجي مجلس النواب يقترح اقتراحات. في ناس مستشارين كبار جدا بيقترحوا اقتراحات ازاي يزودوا القيمه الايجاريه، عايزين يعملوا توازن بين المالك والمستاجر، اللي هي كانت بقى 40 سنه مفيش توازن. دلوقتي عايزين يعملوا ماشي نعمل توازن. اديني القيمه السوقيه، انا بقول القيمه السوقيه، تيجي تقول لي انت 3 اضعاف من القيمه الايجاريه، فما ينفعش. فاقول للملاك اسمع اللي تسمعه، وخليك ثابت زي ما انت يا مالك، انت ليك حق، احنا بندافع عن حق، بندافع عن ناس شافت معاناة من السنين ظلم، في ناس توفت نتيجة يعني بسبب هذا القانون اللي هو القانون القديم، في ناس بتعاني حاليا من الملاك، من بعض الملاك عشان الملاك ما يقوليش مش وناس كانت اهاليها بتبني لها عشان تعيش حياة كريمة، انما للأسف هذا القانون قضى على هذه الأسر تماما. ثم كانت قبلة الحياة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم حكم المحكمة الدستورية العليا والحكومة. عايزين ناخد يعني الملاك يعني قبلة تقدمها لهم مجلس النواب بالانتهاء من هذا القانون انتهاء عادل ورد حقوق الملاك. وبقول لو تسمعوا أي قنوات أو أي حاجة، الناس اللي معاها بتدرس القانون، بتدرس إعداد مشروع القانون، ناس فاهمة ومتفهمة وعارفة هي بتعمل إيه، وربنا يوفق إن شاء الله ويطلع قانون فيه زيادة إيجارية ترد بعض المعاناة أو تخفف بعض المعاناة اللي عاناها الملاك أو ورثة الملاك في ظل قانون الإيجار وقوانين الإيجار القديمة الاستثنائية كاملا. وشكرا.